السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايب قلبي في قناتي وقناتكم روتينات بيوت منورة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فيديو حلو زي ما تعودنا. هنعلم ولادنا ديننا، هنعلم ولادنا. احنا عايزين كده نغير مفهوم ولادنا ونغير تفكيرهم. النهارده هناخد حديث حلو جدا وصغير. وبما ان بقى ناس كتير قوي كلمتني على موضوع القرآن وان هي بتحفظ قرآن ومش عارفة تراجع ازاي ومش عارفة تحفظ ولادها ازاي وحاجات زي كده. فان شاء الله هتكلم كده يعني معاكم على ازاي نحفظ القرآن بسهولة، ازاي نراجع بسهولة، ازاي نحفظ ولادنا، ازاي نعينهم ونخليهم يحفظوا القرآن وازاي يراجعوا عليه علشان ما ينسوهوش. لان اهم من الحفظ يا جماعة المراجعة. لما بنحفظ قرآن وما بنراجعش على القديم فالقديم بيتبخر، فبيبقى كأننا بنحط في قربة مخرومة زي ما بيقولوا. اقعد احفظ وما راجعش على اللي ورا، يبقى انا حفظت وضيعت حفظي. لازم مع المراجعة مع الحفظ مراجعة عشان ما انساش. ببلغ سلامي بس الأول كده في بداية الفيديو قبل ما نبدأ في الموضوع علشان خاطر منساش. ببلغ سلامي لأم عادل حبيبتي، أم نجد وبراء التونسية حبيبتي، أم سيف طبعا حبيبة قلبي، كل الناس اللي بتكتب لي في التعليقات وكل الناس اللي بتنورني في القناة على راسي من فوق. ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم ويخليكم ليا يا رب. كمان بعمل إهداء صغنن كده لسميرة بنت أم عادل حبيبة قلبي. ربنا يحفظك يا رب وشدي حيلك، وعايزاكي تختمي الجزء الثاني والثالث والرابع كده زي ما ختمتي جزء عامة. برافو عليكي شطورة، وربنا يا رب يجعلك من أهل القرآن الكريم ويقر عين والديكي بيكي يا رب ويفرحك بيها يا أم عادل يا حبيبتي يا رب. كل بقى اللي عايزني اقول لابنه او بنته كده اشجعه في القناة واقول اسمه في الفيديو يكتب لي في التعليقات ان شاء الله. ندخل بقى في موضوع الفيديو كده. أول حاجة هنقولها: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كده يبقى احنا هناخد الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. يبقى احنا كده هنقول الحديث ده لولادنا 3 مرات وبعد كده نشرح له معناه. اللي عايز الدنيا يا ولاد، اللي عايز كل حاجة حلوة في الدنيا، اللي عايز ينجح، عايز ماما وبابا يجيبوا له الحاجات الحلوة اللي بيحبها، اللي عايز يشتري اللعب اللي نفسه فيها، اللي عايز أي حاجة عايزها، اهتم بالقرآن. لو مسكت القرآن كده واهتميت بيه وخليته هو كده هدفك في الدنيا انك تحفظ القرآن، هتلاقي الدنيا جاتلك لوحدها، هتلاقي كل حاجة نفسك فيها بتجيلك لوحدها. طيب، ومن أراد الآخرة، اللي عايز الجنة وعايز رضا ربنا وعايز كل حاجة حلوة وعايز يتنجى من عذاب القبر وعايز كل حاجة حلوة في الآخرة، فعليه بالقرآن. يعني برضو القرآن نجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن كل حاجة وحشة في الآخرة. تمام؟ طيب، طب واللي طماع بقى وعايزهم الاتنين، انا واحده طماعه بقى ونفسي ان انا يجيلي كل حاجه حلوه في الدنيا واكون محبوبه واكون والناس تحبني ويجيلي كل اللي نفسي فيه ويتحقق لي دعواتي وكل حاجه كل حاجه حلوه في الدنيا تجيلي. وفي نفس الوقت برضو عايزه كل حاجه حلوه في الاخره تجيلي، عايزه برضه ادخل الجنه وعايزه ربنا يرضى عني والرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عني وكل حاجه في الاخره واتنجى من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن كل حاجه وحشه في الاخره ربنا يبعدني عنها، وكل حاجه حلوه في الاخره ربنا يقربني منها. فعليه بالقرآن. هو ده معنى الحديث بالظبط. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عايزين بقى نبقى طماعين كده ونبقى عايزين الدنيا والآخرة. تمام؟ طيب، نقول بقى الحديث كذا مرة للولاد كده ونخليهم يرددوه ورانا، وبعد كده هقول لكم دلوقتي ازاي نحفظ القرآن بسهولة، او ازاي نراجع وما ننساش، او ازاي القرآن يثبت، وازاي احاول ان انا احبب ابني في القرآن او بنتي في القرآن. اول حاجه طبعا انا بقول الكلام ده ليا قبليكوا، لان يعني انا برضو ولادي برضو داخلين ازهر زي ما انتوا عارفين، وبرضو بيغلبوني شويه في الحفظ وبتاعه مع الشد شويه مني وارخي شويه واشد شويه. بس اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا،
نحاول ان احنا نربيهم تربية ترضي ربنا عنا، نحاول ان احنا نطلعهم فاهمين دينهم، اهم من فاهمين العلوم والدراسات والانجليزي والله. يعني الاهم من كل ده ان احنا نطلعهم فاهمين دينهم، فاهمين ان احنا اتخلقنا علشان نعبد ربنا. تمام. وزي ما خدنا في اول حديث قلناه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب، عايزين بقى نعلم ولادنا يحفظوا القرآن ازاي؟ اول حاجة طبعا النية. النية ان انت تنوي ان ابنك ده هيكون زرعتك او شجرتك اللي هتثمر في الجنة، ان انت كل حرف بتحفظيه له من القرآن، وكل كلمة وكل آية وكل سطر وكل حاجة هتكون في ميزان حسناتك، وهيكون عملك الصالح ليكي بعد موتك. هيغلبك شوية، هتشدوا مع بعض شوية، انت هتغلبي مرة هو هيغلبك مرة، بس نحاول على قد ما نقدر ان احنا ننوي ان احنا نطلعهم حاجة كويسة. احنا عايزين نطلع ولادنا حاجة كويسة، كفاية الجيل اللي طالع ده يعني. ربنا يرحمنا ويهدي الجميع يا رب. طيب، ازاي نحببهم في القرآن؟ اول حاجة زي ما قلنا النية. طيب، تاني حاجة المكافأة او الثواب والعقاب. ازاي اكافئ ابني كل ما يحفظ جزء او كل ما يحفظ سورة او كل ما يحفظ ورد او كل زي ما انت عايزة، وعلى قد ما قدرتك انت، يعني قادرة ان انت تكافئي كل يوم. لو كل يوم مثلا حفظ سورة، لو هو لسه مثلا في جزء عامة فالصور صغيرة، فكل يوم حفظ سورة فبتديله مثلا ايه مكافأة مثلا، يعني اقلها جنيه، يعني اقلها خالص، يعني عارفة اللي هو لو هتديله مثلا التليفون بتاعك يلعب عليه شوية، لو هتديله جنيه ينزل يجيب حاجة حلوة. طبعا انا بقول اقل القليل عشان برضو الناس اللي يعني معهاش امكانيات ان هي تجيب هدايا، لعبة كبيرة، تجيب عربية، تجيب مش عارف ايه، حاجات كده. اقل القليل. لو طبعا انت مستطيعة وقادرة تجيبي كل يوم لعبة فانت برضو براحتك خالص، ولكن احنا عايزين ايه؟ خير الامور الوسط، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. نحاول ان احنا نكافئ ونشجع ونحفز وكده بالهدايا. طيب تمام، حفزنا وشجعنا وادينا هدايا، وبرضو الولد مثلا او البنت بتغلب شوية في الحفظ، مش قادرة تحفظ، مش عارفة تستوعب كده، ابتدي ان انا اعاقب بالحرمان من الحاجة اللي بيحبها الاول. بعد كده بقى بان انا اوصل الامر لوالده مثلا او للي اكبر شوية، آه، بالحرمان من المصروف او حاجة زي كده. يعني نحاول نتجنب الضرب، برضو بقول الكلام ده ليا قبليكم. طيب، تاني حاجة بقى، الولد حفظ او البنت وبقت شاطرة وبتحفظ وبتعمل معايا كويس والحمد لله. طيب، عايزين بقى احنا مثلا حفظنا جزء عامة، وصلنا لسورة النبأ اللي هي جزء عامة. تمام. طيب الحمد لله، نعمل احتفال بسيط وجميل وما شاء الله وصلنا الجزء فاضل لنا 29 ونختم القرآن كله، ما شاء الله اللهم بارك، ونحاول نشجع كده. طيب هنخش بقى في جزء تبارك. تمام. طيب دخلنا في سورة تبارك دخلنا في جزء تبارك اول سورة فيه، فنبتدي ان احنا نراجع سورة سورة، نراجع لورا ننزل لتحت. يعني مثلا احنا النهارده خدنا سورة عما يتساءلون، انزل على السورة اللي قبلها في المراجعة، انزل على السورة اللي قبلها، او اجي من تحت لفوق. يعني انا مثلا في نص جزء عامة، يبقى اخد ايه؟ الإخلاص والمعوذتين. ودايما بنصح الناس إن هي تحفظ الصور بأسمائها الأصلية. ما تحفظيش بنتك الصورة تقولي لها قولي سورة قل هو الله أحد، قولي سورة الحمد لله رب العالمين، لا، قولوا الصور بأساميها. قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلك اسمها سورة الفلق، قل أعوذ برب الناس اسمها سورة الناس. تحاولي تحفظي ابنك أو بنتك الصورة باسمها. تمام. طيب، بنراجع بقى مع كل ورد جديد، يعني انا هاخد صورة او هاخد وجه او هاخد نص وجه او هاخد على حسب مقدرة ابني، اراجع حتة من القديم بالترتيب، يا اما بالطلوع بالصعود من الناس وانا طالعة لحد ما اوصل للحتة اللي انا فيها، ارجع بقى ايه اعيد من الاول، يا اما بالنزول تاني، يعني مثلا وصلت لعمة انزل بقى، يا اما ارجع تاني من اول الناس وانا طالعة لحد ما اوصل للصورة اللي انا فيها. تمام. لازم مع كل ورد جديد اراجع صورة من القديم، ما ينفعش ان انا كل يوم احفظ جديد 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 جديد، واجي في الاخر الاقي نفسي كل القديم اللي انا حفظته ورا نسيته خالص.
تمام. معلش هو الفيديو المرة دي هيطول شوية، ولكن عشان بس انا لميت فيه المعلومات المهمة كلها اللي تخص القرآن، علشان خاطر نحاول ان احنا ايه يعني يكون الفيديو شامل لكل الاسئلة اللي جات لي في التعليقات، وارد على ام عادل وعلى بنتها سميرة، وارد عليها هي نفسها، عشان تقدر تكمل حفظ ان شاء الله. ربنا يعينك يا رب يا ام عادل وتحفظي القرآن كله، ويعينك يا ام سيف وتحفظي القرآن كله يا رب، وبارك لكم كلكم يا رب على ختم القرآن، وكلنا يجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. عايزين نشجع بعض كده، نرجع تاني بقى نمسك المصحف، ونرجع تاني. في ناس يا جماعة ما بتمسكش القرآن غير في رمضان. يا جماعة حرام حرام والله، هجر القرآن ده يعني حاجة كبيرة جدا. فيعني نحاول على قد ما نقدر. أنا بقول لو سطر في اليوم، لو سطر في اليوم صدقيني هتلاقي وقتك وبركة في اليوم يعني بجد فظيعة، وهتلاقي حالتك النفسية بتستقر وترتاحي وكده. لو انت في يوم مشغولة جدا لدرجة ان انت خلاص مش قادرة تفتحي المصحف تقرأي سطر، يبقى تشغلي إذاعة القرآن الكريم، او تشغلي قناة المجد او اي قناة من قنوات القرآن الكريم، وتشغليها وتعليها وتسمعي وتحاولي يعني حاولي كده ان انت تفهمي الآيات. ويا ريت بقى لو انت يعني فاضيه وعندك وقت تعملي وقت للتدبر. يا ريت تحاولوا يا جماعه، زي ما بنفضي وقت للمسلسل، وزي ما بنفضي وقت نروح عند اهالينا، وزي ما بنفضي وقت للتليفون وللفيس وكده، لازم تعملي وقت لربنا. لازم تقعدي كل يوم تعملي وقت لربنا. ربنا مش معناه ان انا اصلي الخمس فروض وخلاص، لا، لازم تقعدي كل يوم وقت مع ربنا كده. لو قبل ما تنامي، لو 10 دقايق قبل ما تنامي، وتقعدي كده تقرأي وجه واحد حتى كل يوم من المصحف، أو أول ما تصحي الصبح، أو في نص اليوم، أو لو بعد كل فرض من الصلاة تقرأي سطرين مثلا من المصحف، أو تسبحي شوية، تستغفري شوية كده. يعني حاولي تخلي يومك فيه أذكار، وفي إن أنت دايما في بالك ربنا. كل حاجة اعمليها بنية انك ترضي الله سبحانه وتعالى. قبل ما يعني تعملي الحاجة دي، دايما حطي في نيتك كده ان انا برضي ربنا سبحانه وتعالى في كل الحاجات بقى. حتى لو بتطبخي، حتى لو بتغسلي مواعين، حتى لو بتروقي، انا بعمل كده عشان ارضي الله سبحانه وتعالى، عشان اعيش في مكان نظيف، عشان بيتي يدخلوا الملائكة، علشان احفظ القرآن، عشان ده كلام ربنا. اللي بيحب ربنا او بيحب حد بيحبه فبيرضيه. فما ينفعش ان انا اكون بحب ربنا وما اعملش اي حاجة بترضيه. الحب مش كلام، الحب افعال. طالما انا بحب ربنا يبقى ارضيه احب كل ما يخصه، سواء بقى عبادات، سواء ذكر، سواء قرآن، سواء صيام، سواء صلاة. افتحي لنفسك باب عبادة. ما تخليش كل الابواب تقولي انا مش قادره اصوم عشان انا لما بصوم بدوخ. طب مش قادره اصلي قيام ليل عشان انا مش بقدر اسهر. طب مش قادره اقرا قرآن واحفظ لان انا بتعب. طب لا، ما تقفليش الابواب كلها. افتحي باب طاعه وخليه ما بينك وما بين ربنا، خليها خبيئه كده ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. هنشجع بعض، هنرجع مع بعض تاني للقرآن إن شاء الله، نحفظ وإن شاء الله نختم، وإن شاء الله. واللي عايزة أي سؤال يخص أي حاجة في الدين أو في أي حاجة تانية، أنا طبعا مش شيخة زي ما بقول لكم في كل فيديو، ولكن أنا بحاول أتعلم وبحاول أعلم غيري، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وزي ما قال خير الناس أنفعهم للناس، وزي ما قال الدال على الخير كفاعله. فبجد نوروا بيوتكم بالقرآن، شغلوا قرآن في بيوتكم، اسمعوا قرآن كتير، احفظوا قرآن، حفظوا ولادكم قرآن، عشان الجيل اللي طالع يتغير، عشان ربنا يرحمنا ويحفظنا من الحاجات الوحشة اللي عمالة تحصل لنا. يا رب اكون قدرت افيدكم كلكم، وقدرت يعني افيدكم ولو بمعلومة صغيرة. ما تنسوش بقى تشاركوا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم علشان يكون في ميزاني وميزانكم، وما تنسوش تعملوا لايك عشان الفيديو يترفع على اليوتيوب وناس كتير تشوفه. وفي نهاية الفيديو ونهاية كل فيديو، انا بحبكم جدا جدا في الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.